لا تقولي بلبن ولا قشطوطة عندك نص اصل الحدوته. تعالوا بقى مع بعض هنعمل مع بعض الكشري بلبن، حاجه كده اللهم بارك هتعجبكم قوي. بصوا بقى، هو الفيديو طويل معانا شويه بس ايه، طولوا بالكم. هنبدا بقى كده معانا ميه على نار، وهنبدا ننزل فيها بكوبايه رز. بعد ما ننزل بكوبايه الرز هنسيبها بقى تستوي معانا، هنسيبها تستوي معانا على نار هاديه، ومعانا نشا ومعانا ظرفين فانيليا. هنبدأ كده بعد ما الرز استوى معانا هنبدأ نجيب اللبن بتاعنا وننزل بيه الكمية اللي تحبيها، كيلو بقى 2 كيلو نص كيلو زي ما تحبي. انا عاملة كوباية رز واحدة، وانتي لو الكمية اللي تحبيها اعمليها. هبدأ بقى ان انا ادوب النشا بتاعتي بالمية كويس جدا عشان ميبقاش فيها تكتلات. طبعا مش هننزل بالنشا ايه بودرة. وهبدأ انزل بالسكر بتاعي، كوبايتين سكر على الكمية اللي انت شايفاها دول زي ما انت شايفه كده. هقلبهم بقى كويس وادوق السكر بتاعه مظبوط ولا عايز تاني، وهبدا ان انا ايه اظبط السكر بتاعي. طبعا بعد ما اللبن غلى معايا مع الرز هبدا انزل بالنشا واقلب بسرعه، مش هقف عشان ما تتكتلش معايا. وفي اخر مرحله هنبدا ننزل بالفانيليا بتاعتنا زي ما انت شايفه كده قدامك، ونقلب الرز بتاعنا. طبعا كلنا شاطرين وبنعرف نعمل الرز بلبن زي ما انت شايفه كده. ونبدا بقى ان هو بعد ما يعمل الفقاعات دي ان هي كده النشا بتاعتنا استوت، نبدأ ان احنا نقفل عليه النار ونسيبه يهدى شوية، وبعد كده نصبه مع بعض. طبعا كده كان عندي الرز هدي شوية، هبدأ ان انا اصبه في العلب بتاعتي. طبعا انت بتحبي الاطباق بتاعتك الازاز عادي، عندك علب زي اللي انا جايباها دي عادي. انا جايبه العلب دي استخدام للمرة الواحدة عشان بعد كده يعني مستخدمهاش في شيء تاني وارميها. هبدأ بقى ان انا اغرف الاطباق بتاعتي الكمية اللي انتي تحبيها. طبعا هتسيبي شوية، هتضيفي في شوية بس صغيرين عشان لسه هنعمل حاجات تانية هنبدأ ان احنا نضيفها مع بعض. وكلكم طبعا شاطرين هتعملوها هيعجبكم جدا، وهتشوفوا معايا الآراء في آخر الفيديو هيقول لكم على طعمه ايه. هغرف بقى الأطباق بتاعتي والكمية كلها كده زي ما انت شايفة قدامك، وهرصهم لحد ما يهدوا ويبدأوا ان هم يبردوا خالص. طبعا اسفة على الإضاءة. معايا هنا كده طاجن، وهبدأ ان انا اجيب معايا لفة جلاش. طبعا عندي الجلاش طبعا بدرجة حرارة الغرفة. هبدأ ان انا الفه كده وابرمه، وهقطعه بالمقص لقطع صغيرة. الفه على بعضه وهقطعه بالطول، وهبدأ ان انا اقصه قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده. وهبدأ ان انا اجيب عليه كمية السمنة اللي انت تحبيها، اي زبدة بقى واي سمنة واي مادة دهنية تحبيها وتفضليها حطيها، المتاح عندك اعمليه. انا نزلت كده بحبة سمنة بلدي. طبعا عملت اول نص لفة الجلاش، وبدأت ان انا اقلبهم كده عشان كله يبقى متغلف معانا ومتشرب السمنة بتاعتنا. وهبدأ اجيب النص التاني من لفة الجلاش واقصقصه برضو، وهبدأ انزل عليهم، وهبدأ احط برضو عليهم حبة سمن، وهقلبهم مع بعض عشان كله يتغلف بالسمنة زي ما انا قلتلك. وابدأ ادخلهم الفرن بتاعي. بعد ما ادخلهم الفرن هبدأ ان انا اقلب فيهم كل شوية كده. المرحلة التالتة معانا هنبدأ ننزل معانا نص كيلو كنافة. طبعا انا حاطاه في الفريزر من امبارح، يعني لازم تبيتيه ليلة عشان يكسر معاكم يبقى بالطريقة دي. هبدأ بقى ان انا افركه كده لحد ما انعمه خالص زي ما انت شايفة قدامك كده، ان انا افركه من التلج ويبقى معانا بالطريقة دي. هبدأ احط عليه السمنة بتاعتي اللي برضو المادة الدهنية اللي تحبيها وتفضليها. انا نزلت كده بمغرفتين سمنة بلدي، وهبدأ ان انا اقلب بيهم على النار تكون مش عالية، متوسطة، لا واطية ولا عالية، متوسطة. هبدأ بقى ان انا اقلب الكنافة بتاعتي لحد ما تاخد معانا لون جلد كده وتبقى حلوة. طبعا والله يا جماعة عندي الكاميرا ظلمة اللون خالص بالنسبة لأي شيء انا مصورة. هبدأ اقلبها كده واحمرها معايا على الهادي. عايزة تحطي انتي معلقة سكر بودرة بحيث ان هي تتكرمل معاكي بسرعة وتاخد لون عادي. مش عايزة بتصبري عليها، وهي اصلا ما بتكملش معاكي 5 ثواني. 5 ثواني بالظبط، وبتبدأ ان هي تاخد معاكي لون زي ما انت شايفة كده قدامك، الجمال والحلاوة والروعة دي. بالنسبة للجلاش كل 5 دقايق بطلعه اقلبه بالمعلقة، لان احنا عاملينه قطع صغيرة فاكيد هيلزق على بعضه. في الاخر بقى هوريكي شكل الجلاش بتاعي عمل ايه. ادي الكنافة وادي اللون مظلوم يا جماعة. انتبهي بقى معايا للصوص اللي احنا هنعمله مع بعض.
الكوباية اللي هنستخدمها هي في نفس المقادير كلها. معايا كوباية ونص سكر، كوباية ونص لبن، معايا 6 معالق كاكاو بودرة خام، كاكاو خام. ومعايا من نفس الكوباية كوباية ونص زيت نفس المقدار. هنزل بكده، انزل بالسكر واللبن واضربهم الاول وارجع انزل بالكاكاو. ومعايا ظرف نسكافيه سريع الذوبان بالبندق. انتي حبة حبة، مش حبة هاتي سادة، هاتي بلاك اللي يعجبك. بعد ما اضربهم مع بعض هبدأ انزل بالكوباية ونص زيت بتوعتي، سرسوب صغير كده هننزل بيه لحد ما يربط معانا الصوص. قسما بالله صوص ملوح حل، هو يتاكل لوحده كده من غير اي اضافات، والقوام بتاعه فظيع كمان. ده انتي لو سبتيه في التلاجة. هبدأ ان انا بقى احطه في كيس عشان يعني يمسك شوية. بالنسبة للفريزر اسرع، لان انا كله كان ورا بعضه، فما شاء الله على ما برد كله. طبعا الجو شتاء، فما شاء الله على ما طلعت الكنافة والجلاش وكله، فما شاء الله كلهم بردوا مع بعض، والرز كان اتمسك معايا. بعد ما ضفته كده الصوص بتاعي في الكيس، هبدأ ادخله التلاجة كده في الفريزر حوالي 5 دقايق بالظبط. كمان فضيت بقية الخليط معايا في الشفشة اللي معايا ده، وهبدأ ان انا انزل بالخليط بتاعي. مش هسيب منه حاجة في الكبة بتاعتي. تعمليه في الخلاط عادي، تعمليه بالمضرب الكهربائي عادي، بالهاند بلندر برضو هيمشي معاكي. طبعا اللهم بارك عملت كده زي ما انت شايفة كده الكنافة والجلاش. وعندي كمان الصوص فضيته بقى بعد ما برد شوية في التلاجة، نزلته في الشفشق بتاعي. هجيب بقى الاطباق بتاعتي كده وهنزل عليها بالكنافة الاول، طبقة من الكنافة. هرص الاطباق بتاعتي كده كلها بالكنافة. ما شاء الله اللهم بارك، النص كيلو مع لفة الجلاش كلهم. ما شاء الله الكمية طلعت متطابقة جدا مظبوطة. ما شاء الله اللهم بارك، ما فاتش مني اي حاجة ان هي تتبقى ان انا اشيلها. ما شاء الله طلعوا كلهم حلو كويسين زي ما انت شايفاه كده قدامك. اللون يا جماعة مظلوم جدا في الاضاءة اللي عندي. هبدأ انزل بقى بقطع الجلاش بتاعتي. ببدأ ان انا احطهم كده، ولو في حاجة متكتلة ببدأ ان انا افكها. ما شاء الله طلع كله كويس، وطبعا واخد كمية السمنة مظبوطة، فطلع كويس جدا. وكل شوية كنت اطلعه من الفرن واقلبه وارجع ادخله تاني لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انت شايفة كده قدامك. عملوا معايا حوالي، طبعا العلب اللي هي الجاهزة دي عملوا معايا 11، وعملوا معايا 4 اطباق، يبقى اللهم بارك 15 طبق. الكمية دي انا ماشية معاكي كل حاجة بالترتيب مظبوطة، وانا حتى مطولة عليكي الفيديو جدا بحيث ان انتي تفهمي على قد ما تقدري مني اللي انا بعملته. كده هجيب بقى الصوص بتاعي، وهبدأ ان انا اساوي السطح بتاعي بظهر معلقة، وهبدأ انزل بالصوص بتاعي زي ما انت شايفة كده قدامك. الجرنشة بقى اللي على اللي من فوق الفينش الاخير ده من ذوقك انتي. ممكن تزوقي بكريم شانتيه تمام، ممكن تعملي روزيتات بالكريم شانتيه برضو، ممكن تنزلي بحبة جوز هند. بصي انا كده كده هزوق معاكي دلوقتي بالكريز وجوز هند وشوكولاتة بيضة، اللي تحبيه بقى. انا سيحت الشوكولاتة على حمام مية، وهبدأ انزل بالشوكة بتاعتي كده، وهعمل خطوط عشوائية. ممكن تحطيها في كيس حلواني وتبدأي برضو تعملي نفس الخطوط العشوائية، وهتطلع احسن كمان. طبعا كان الوقت خلاص عدى وعملتها بقى، كان يعني خلاص قلت اعملها بالشوكة. معايا كده جوز هند قطع. نزلت بقى بيه كده برضو اشكال عشوائية. اللهم بارك على الشكل وعلى الطعم. الطبق فعلا بيتكلم عن نفسه، والطعم يا جماعة حكاية. اللهم بارك. وطلعت الكمية ما شاء الله، والعلبة فعلا كبيرة، ودي ممكن فردين ياكلوها، وبألف هنا وشفا. اللي كل منها هيقول لنا رأيه ايه في التعليقات.